السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. أدعو إن انتوا تدعوا لأمي بالرحمة. هقدم لكم وصفة الكحك بطريقتها. هتعجبكم جدا. كيلو من الدقيق الفاخر، هنحط عليه 3 معالق من السمسم المحمص ومعلقتين كبار هنستخدم من بس الكحك، السوداني ودي عبارة المحمص، عن ودول هيكونوا معلقتين بديل ريحة سوداني. الكحك. 3/4 من كوباية اللبن الدافي وليس السخن، هنحط فيه معلقة سكر وكيس من الخميرة الفورية وهنقلبه. ممكن تستبدلي اللبن بمية دافية، وده هنلم بيه العجينة في الآخر. تمام، هنسيبهم كده على جنب لحد ما الخميرة تشتغل. هنرجع تاني للطبق اللي فيه الدقيق. الكيلو الدقيق هننزل عليه بالظبط 2.5 كوباية من السمنة. تمام، وممكن يكون 2.25 كوباية لو مش عايزاه ناعم قوي. دي سمنه سخنه وليست مقدوحه. ليه؟ عشان عايزه اظهر النكهات بتاعت السوداني والسمسم. لكن لو كان مقدوحين هيعمل لك حمو وانتي بتاكلي الكحك، فاحنا عايزينهم سخنين مش مقدوحين. تمام. بعد كده هنزل بالظبط معلقه صغيره من البيكنج باودر، ودي فايدتها ان مش هتكتم معاكي الكحك وانتي بتقطعيه، وتحسي ان هو كده خفيف. هقلب الاول كده بالمضرب اليدوي لغايه ما احس ان السمنه اتغلغلت في جوه الدقيق. وبعد كده هنبس الدقيق، ودي اهم خطوه، واتمنى ما حدش يعديها، لان دي عايزه كل ان الدقيق ياخد ريحه السمنه ويتبس. البس دي اهم خطوه في الكحك. تمام. احس بعد كده لمده 5 أو 10 دقايق، احس ان الدقيق اتغلغل جواه كل السمنه. وبعد كده بعد ما نبسه كويس قوي واحس ان كل الدقيق دخل في السمنه. تمام، هنحسه كده، لكن مش هنعجنه، احنا هنلم العجينه. فاكرين كوبايه اللبن اللي احنا عملناها بالخميره بيره على جنب؟ هتلاقيها بقت فارت دلوقتي فوران، وكده الخميره اشتغلت. هنقلب دلوقتي تقلبتين وننزل بالخميره الدافيه. تمام، هننزل دلوقتي بالخميره الدافيه على الدقيق بتاعنا. هنحاول نلم العجينه لكن ما نعجنش، احنا بص يا دوب بنلم هندخل السوائل كده من فوق لتحت في الدقيق بالطريقه دي زي ما انتم شايفينها. اول ما نلاقي العجينه اتلمت معانا كده خلاص، والدقيق بتاعنا شرب السوائل، هوريكم ملمس العجين. طبعا انت بايدك هتحسي الملمس. تمام، هتحسيها كده ناعمه لا مشققه، والعجينه طريه كده في ايديكي، وده هيبان معاكي وانت بتعجني في العجين. هتحسيه بنفسك. طبعا في دقيق بيشرب السوائل بسرعه، وفي دقيق بياخد وقت. الحمد لله الدقيق بتاعي شرب السوائل بسرعه. بصوا، ادينا هوريكم كوره. بص الكوره لا مشققه ولا اي حاجه، ده يدل كده ان احنا وصفاتنا على الشعره مظبوطه. تمام. طبعا عايزين نسيبه يخمر شويه معانا. انا عقبال ما احضر هجيب الصينيه والحاجه بتاعتي، هتلاقوه بدا يخمر. هوريكم حاجات القطاعات اللي اقطع بيها. دي الطريقه بتاعت زمان، دي البصامه اللي هي بتضغطي عليها بتديكي الشكل. ودي البصمه الحديثه اللي هي لونها ابيض، دي اللي هي بتديك الشكل المزجزجات. هشتغل بدي وهشتغل بدي واوريها لكم، واقول لكم بصوا شايفين العجين ازاي، لا عمل معايا ولا اي حاجه. ادي البصمه الحديثه واوريها لكم دلوقتي على الصاجون. هعمل صاج كده وصاج كده. ودي البصمه بتاعت امهاتنا اللي هي فيها الضغطه دي. على فكره مش غاليه، انا لقيتها في السوق، جبت التلاته ب15، يعني واحده ب5 حلوه جدا. والبصمه اللي هي الزجزجات الحديثه الاتنين جبتهم ب12 ونص، يعني مش غاليين. بصوا بقى البصمه اللي هي القديمه دي، اللي هي اللي بتضغط دي بتضغطي عليها كده وبيديكي الشكل بتاع الرسمه الموجوده جوه البصامه. تمام، بيضغطي عليها وتطبطبيها بايديكي. شايفين الصاج كده كله ملمس واحد. وده هنحطه على درجه 180. هنكون مسخنين البتاع كويس جدا الفرن، وهندخله. شايفين بقول لكم بصوا الرسمه بعد ما خمر، عقبال ما قطعت كان ما شاء الله بدا يخمر. الرسمه لا باظت ولا شققت ولا حاجه. الكحكه بسم الله ما شاء الله زي ما هي، وده يدل ان احنا المقادير بتاعتنا على الشعره. شايفين انا بحاول اقرب لكم الكاميرا على شكل الدقيق بس يا رب يكون واضح. تمام، هنسخن الفرن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. وادي شكل اللي هي البصامه الحديثه اللي هي بتبقى كوره وتضغطي عليها. بصوا برضو بسم الله ما شاء الله بعد ما خمر لا باظ ولا اي حاجه، نفس الشكل. ادي الصينيه وادي الصاج صورت لكم جنب بعض. وادي على الصينيه السوداء الكبيره برضو شايفين. ده بعد ما طلع بالظبط. بصوا مش لونه يبقى لسه كده دوب محمر حماره. هوريها لكم كده بعد. بصوا ما شاء الله ده يبقى دوبان ازاي، اللهم بارك. وهنسكره كمان مع بعض. طبعا بتحفظيه في علبه يعني علبه كده ليها غطا مقفول. تمام،
مغلقه كويس جدا، وحطي كيس السكر اطحنيه وحطيه جنبه. ليله العيد ان شاء الله سكري، بس انا هسكر شويه كده معاكم، صينيه كده او صاجه هسكره معاكم عشان تشوفوا المنظر. وادي شكل البصامه القديمه بتاعتنا. بصوا اللهم بارك كده، وكل سنه وانتم طيبين. اتمنى يكون وصفه الكحك بطريقه امي عجبتكم جدا.